اهلا يا برج الجوزاء. تعالوا نشوف النهارده نوايا الحبيب تجاهكوا ايه في الفتره الحاليه. يلا بينا. بصي يا برج الجوزاء، هو واضح ان الشريك بتاعك ممكن يكون متهور، على الرغم من ان هو كبير سنا، راجل ناجح اجتماعي. ممكن يكون عنده البيزنس الخاص بتاعه او مديرك في العمل، او عنده البيزنس جنب شغله اللي هو الاساسي. ممكن يكون مديرك، بس هو عنده حتة. آم، هو راجل يعتمد عليه بمعنى اصح، بس هو راجل ذكي جدا وصياد فرص. دي طباعه او دي الفيتشرز بتاعته. ممكن يكون مدير معاك في نفس المكان اللي انت بتشتغل فيه، مش لازم يكون مديرك، ممكن مدير في إدارة تانية. بس هو دايما بيبص للعائد الإيجابي لأي حاجة هو بيعملها. هو من نوع الشخصية اجتنابية، يعني هو ايه لما يحس ان الدنيا فيها مشاكل وحوارات بيجتنبك، بيبعد. ممكن يطلع بحيلة ذكية من الموقف ويهرب. تمام. عشان هو عنده شغل كتير جدا على طول ومدمن عمل. فهو دي الحاجة الوحيدة اللي هو تقريبا مركز فيها اكتر من اي حاجة تانية. آم، وبيحب دايما المفاوضات. المفاوضات وتفاوض معاك ويتكلم، بس هو ذكي جدا في حتة الكلام دي. على الرغم من ان هو متهور، بس عنده حيل لكل حاجة بيعرف يطلع منها. هو بص، هو شخصية. لو هو متجوز هيبقى مش ملتزم بيك خالص، هو مجرد فكرة كده، اللي هو اشوفك اعرفك نتكلم، طب عامل ايه، طب اخبارك، طب ما تيجي ننزل، ما تيجي نعمل وخلاص. هو ده اللي هو بيعمله. آم، هو مش ملتزم بأي علاقة، هو مجرد عايز يتبسط ويفرح وينزل وخلاص، ويروح ويجي وخلاص، هو ده اللي هو عايز يعمله بس. لكن وهو شايف ان دي حاجة ايجابية، لان هو مش فاضي اصلا لارتباط، مش فاضي، عنده مسؤوليات كتير، عنده مدمن للشغل. آم، بلس ان هو ممكن يكون الفترة دي عنده مشاكل مادية، وشايف ان هو يعني فلوسه مش قد كده. ف آه، ف يعني ايه، مقلل او مقصر. آم، بس ممكن في بعض الطاقات اللي هي قليلة ممكن يجي يعرض عليك شغل، او يخلي حد من صحابه او من الناس اللي ما بينكم يعرضوا عليك شغل. بس خلي بالكم، لان انتوا في ناس ما بينكم بتصطاد في المية العكرة، حد صاحبكم ما بينكم ده بيوصل الكلام بطريقة غلط او بيصطاد في المية العكرة، يعني فاهم اللي هو يعني ما بيصدق. بس خلي بالكم من القصة دي. بس هو نواياه كلها، هو واحد مركز في شغله ومركز في عمله، شايف ان هو شخصية اجتنابية. ممكن في خلال اسبوع يبعتلك ويقولك تعالى ننزل نروح نيجي، بس تأكد ان هي يا برج الجوزاء هتبقى حاجة مرة او كده. يعني حد مش ملتزم ومش عايز يخش في علاقة اصلا انيمور، او مش عايز يلتزم بالعلاقة، اللي هو يمشي على مزاجه على حسب مواعيده الفاضية بمعنى اصح. فخلي بالك كده يا برج الجوزاء من الشريك، وخصوصا لو هو متجوز، فيعني هو يعني هيبقى ده السبب الأساسي لكده، ان هو بينزل يتبسط كده وخلاص ويرجع. بس كده يا برج الجوزاء، وخلي بالك على نفسك، وقولنا في التعليقات لو القراية متماشية معاكو. وباي باي.